هيك باش نستقبلوا معنا مشاركة من ليبيا مدام عايشة. أهلا وسهلا بك مدام عايشة. أهلا وسهلا بك وتشرفت بحضوري المهرجان وفرحانة جدا 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 إني نكون في الشقيقة تونس. مدام عايشة أول مرة تكون موجودة معنا في تونس؟ لا والله قصدي أنا باستمرار نجي لتونس وشاركت في في مهرجان سيد بسام، وأول مرة نشارك في أوسكار شمال أفريقيا. أول مرة تشارك في أوسكار، إيش رأيك في مهرجان أوسكار؟ أول مرة نشارك فيه وكان لي الشرف إني نشارك في المهرجان، ولأني قصدي طلعت بفكرة وفكرة رائعة جدا إنني نستمر كل ما يجي أوسكار تاني إنني نشارك فيه، لأن استفدت استفادة كبيرة جدا وتعرفت على ناس باهية وكان قصدي الأجواء حلوة جدا. شنو هي الإضافة اللي زادتك يعني؟ الإضافة اللي زادتني إنني تعرفت على تكنيك جديد في الشغل، سواء في الهير ستايل، سواء في الميك اب، في الصبغات، في الهير ستايل، في الشنيون. تعلمت تكنيك جديد، تعلمت على مواد جديدة كيف نحضر نطلع الشغل بيرفكت ويرضي الجميع. أنت حالة صالون حداقة ولا لا؟ حالة صالون في طرابلس في منطقة اسمها تاجورة، اسمه مركز طاووس. قداش عندك يعني مفتوح؟ عندي يجي 13 سنة. 13 سنة وأنا في المجال. خبرة ما شاء الله. الحمد لله. تحكي لنا عليه كيفاش يعني طورت؟ والله في بداياتي كنت لما حليت المشروع نتاعي كنت يعني ما نعرفش حتى شيء يعني بحق. مشان لما تقدمت لي فرصة قعدت نسافر برا وناخذ في كورسات ونطور في نفسي ونتعلم كل ما نشوف حاجة مثلا فاتحة في ليبيا ولا خارج ليبيا ندخل لها باش نزيد يعني نتعمق في الشغل أكثر ونقدم أحسن شغل. في النهاية أنا مش قصدي الحاجة لما تحبها تتقنها مظبوط، يعني تتمنى إنك كل مرة تزيد أحسن. في نفس الوقت أنا ما خديتهاش الصنعة هذه لأني لما حبيت الشغل ماذا بيا كل امرأة نقدر أنا نساعد نفرحها بشيء مش قصة فلوس، لكن نفرحها بأي شيء حتى ولو هي ما عندهاش تجينا عندي أنا نحب نخدمها بصدر رحب، لأني حبيت الشغل وحبيت نفرح كل امرأة. الفرحة تقدر تقدمها ومساعدة للشخص بأي طريقة يعني تقدر تقدم. المهم اللي يفرح الشخص أنا ماذا بيا نعمله واحد بس. خليل كلمة أخيرة. كلمة أخيرة نشكر الشقيقة تونس وفرحانة جدا لأني أنا شاركت في المهرجان. في نفس الوقت نشكر السيد بسام لأن أعطانا الفرصة زي هذه وقدم لنا وجاب لنا قصدي هير ستايل، تجميل في الميك اب، في البشرة، يعني ناس بجد أعطونا بكل صدق وبكل ضمير واستفدت استفادة جدا رائعة، مع اني انا اول مرة نشارك في الاوسكار هذا، لكن بجد كانت حاجة رائعة وكانت الضيافة حلوة وفوق الوصف، وتعرفت على اشقاء تانيين من الجزائر، تونس، المغرب، قصدي بجميع الجنسيات العربية، وكانت لحظات رائعة وحلوة جدا. وشكرا والف شكر لكم. مدام عايشة مرحبا بك وشكرا على وجودك معنا. هذا نكون كملنا حوارنا مع مدام عايشة. شكرا ونرجعكم مع ضيف جديد.